عايزينك تكلمنا دقيقتين كده عن مدى رحمة ربنا. في مواقف في يوم القيامة، يعني يعجب لها العجب. اتنين يجوا يوم القيامة يتحاسبوا، يتوزن حسناتهم وسيئاتهم. فواحد يكون فاضل له حسنة واحدة عشان يدخل الجنة، وتاني ما عندوش غير حسنة واحدة بس في ميزان. فلما صاحب الحسنة يلاقي إن في أخوه ده فاضل له حسنة واحدة يدخل الجنة، يقول له خد إيه الحسنة بتاعتي ادخل بها الجنة. طب أنا كده كده في النار، ادخل أنت بالحسنة دي الجنة. فيقول الله لما فعلت كذا؟ يقول لك يدخل الجنة. يقول خذ بيد أخيك وادخل الجنة. سبحان الله. ده موقف رحمة ربنا. م. موقف تاني، يأتي عبد يوم القيامة يقول لله يا رب هذا ظلمني، أريد أن أخذ من حسناتي. فيقول الله وإن لم يكن له حسنة، يعني لو ما عندوش حسنات. قال يا رب يأخذ من سيئاتي. قال أو تتمنى أن يكون لك سيئة؟ أنت عايز يبقى عندك سيئات؟ فيقول الله انظر إلى هذا الملك، م. يلاقي ملك جميل في الجنة. يقول يا رب لمن هذا؟ يقول لمن يسامح أخاه. يقول يا رب سامحته. يقول خذ بيد أخيك وادخل وادخل الجنة. الجنة. سبحان الله. شخص آخر يقف في صفوف أهل النار فيتلفت يمين وشمال، فيقول الله لما التلفت؟ أظلمك كتبتي؟ يقول لا يا رب. لك حسنات مخفية؟ لا يا رب. ولما التلفت؟ يقول يا رب ما كان ظني بك أن تدخلني النار. يقول خذوه إلى الجنة. م. فيتطلع إبليس إلى هذه المواقف يوم القيامة فيظن أن الله قد يغفر له، سبحان الله. يطمع في رحمة ربنا. م. فالإنسان ما ييأسش من رحمة ربنا أبدا. رحمة ربنا واسعة كل شيء، ومهما عملت ذنبك ده شيء. فالإنسان يسعى جاهدا أن يرجع إلى الله ويكثر الرجوع إلى الله. إن الله يحب العبد الأواب كثير الرجوع إلى الله، وما يفرطش أبدا في حق ربنا، ويحاول بقدر الإمكان يوصل لربنا لأي حد، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. نختم ختامنا ربنا يبارك فيك وينفع سبحانك. بعلمك، الله يسلمك. وسبحانك الله سبحانك اللهم وبحمدك. وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. أحبكم الله.